انتوا ناويين تلعبوا كوره تتعلموا صح ولا جايين تهرجوا وتمشوا وتجيبوا تدفعوا فلوس تخلوا عليكم تدفع فلوس؟ قال لي ترد عليا عايز تتعلم كوره صح؟ في حاجه 3 4 حاجات كده اقول لك عليهم تمشي عليهم ما تمشيش ما تلزمنيش هي كده قلنا 100 مره تهتم بالبلد الغذائي بتاعك مش واحد يدخل فيك يا دوب يلمسك عليك بتموت في الملعب كده انت مفيش خالص. تاني حاجه السهر ما ينفعش تلعب كوره وانت سهران طول الليل ما ينفعش متول المدرب يقول لك حاجه وانت عامل كده مش مركز. يوم التمرين ده ان ما كنتش نايم والله اول ما تنزل الملعب اعرفك والله اول ما اقول لك على تمرين في حاجه مركبه او في حاجه ذكاء وتواه يبقى انت ما نمتش كويس. يوم الخميس اختبارات تصفيه للمجموعات كلها يوم الخميس برضه داخل فيها الجانب اللي بدري شويه القوه الجسمانيه شويه. ايوه كل ايه تلعب كوره وانت حتى اللبن ما بتشربوش البيت ما بتاكلوش مالك عامل ايه؟ فين العضلات بتاعتك بتتكون ازاي؟ العظام بتاعتك بتبقى كويس ازاي؟ انا عايز افهم يعني. امنع الشيبس والكاراتيه والمياه الغازيه دي خالص. اي واحد عايز يلعب كوره اكاديميه شيبس كاراتيه شيبس بيبسي اي مياه غازيه مش هقولها لك. هتلعبوا كوره ولا جيت تهرجوا؟ هعمل لك قياسات المره الجايه قياسات بدنيه كورة يا عم. بعد ده كله انا اللي معلش الناس اللي نزلت السهاله الصغيره دي لما نزلت الفرقه الثانيه لعبت ولا المجموعه اللي كانت رد انت رد ليه؟ انا لما بقول لك اعمل 1 2 3 اعمل 1 2 3 هتلاقي الكوره سهله معاك. كل الناس انتباه عايزين انصراف من الحديد انتباه يعني رجلك تلزق في رجلك الثانيه. كوره كبسه